هنعمل نوع من انواع المقبلات، هنعمل سلطه بابا غنوج السوري. من احلى السلطات اللي بتتعمل، تحفه تحفه بجد. انا بحب اكلها كده لوحدها، يعني هي بتتقدم مقبلات وبتتقدم سلطه جنب الاكل، بس انا بالنسبه لي لو هي كده كافيه هاكلها وجبه لوحدها، مش لازم اعمل حاجه جنبها. هنجيب نص كيلو بتنجان رومي. آه، هنخرمه بالسكينه من فوق، وهنحطه على البوتاجاز من فوق، على البوتاجاز من فوق على الغاز. ريحته بتبقى تحفه، في طعمه في السلطه نفسها بيبقى احلى من اللي مشوي في الفرن. عايزه شويه في الفرن اوكي براحتك، لكن هتاخدي طعم حلو للبتنجان لا، من فوق طبعا على البوتاجاز ملهوش حل. بعد ما احنا شويناه بنجيب البتنجان، يا اما بتقطعيها نصين بالسكينه وبتفرغي قلبها بالمعلقه، او بتجيبي مصفى تحت الحوض وبتقشري البتنجان تحت ميه جاريه، تحت ميه من الحنفيه. بعد بتقشريه طبعا القشر نزل في المصفى، هاتي مصفى تاني وحطي فيها البتنجان يتصفى، مش عايزين فيه ميه خالص، يبقى متصفي تماما من الميه. هنجيب البتنجان على بلانشا وهنقطعه بالسكينه زي ما شفتوا، مش هنفرمه في الكبه لا، كده هيبقى بابا غنوج المصري، بس احنا بنعمل هنا الطريقه السوري. الطريقه دي رهيبه. بعد ما قطعناه بالسكينه هنجيب حبة طماطم كبيرة هنقطعها مكعبات، انا شلت منها البذور بس خدت اللحم بس. وحبة فلفل اخضر برضو كبيرة قطعتها مكعبات. لو عندكم بقدونس فريش ضيفي، انا عندي متفرزن فمش هيبقى حلو طبعا فيها. وهنضيف كمان عليها عصير نص ليمونة، وهنضيف معلقة كبيرة خل. لو حابين تضيفوا ليمونة كاملة اوكي، بس هتبقى مززة. يعني هم المصريين بيحبوا الحامض، الليمون بيحبوا يضيفوه كتير، بس انا نص ليمونة كافي معايا، انا نص كبيرة. كمان انا هضيف ملح وكمون، في ناس بيضيفوا ملح بس، في ناس بيضيفوا ملح وفلفل اسود. آه، الملح والفلفل او الملح والكمون او الملح الحلو ده اختياري، كل واحد حر يضيف اللي بيحبه، يعني حسب ما انتوا بتحبوا البتنجان ازاي. لكن هو بالملح والكمون رهيب، جربوا الملح والكمون فيه والله العظيم طعمه حلو جدا. طبعا انا هضيف دبس، هنا دبس الرمان هضيف معلقه كبيره، معلقه ونص. لو انتوا حابين تضيفوا اوكي، بس هو بيغير طعمها خالص، يعني بينقلها نقله تاني، بيخليها طعمها رهيب. هنضيف كمان بعدين فصين توم، بس كتير يعني ما تضيفوش اكتر من كده، فصين كتير حلوين. ممكن في ناس بتضيف 5، في ناس بتضيف 6، لا اوفر بصراحة يعمل لكم حموضة، ففصين كافيين حلوين قوي. في حاجة تاني، انا هضيف بصلاية صغيرة، بصل احمر. لو انت حابة تضيفي بصل ضيفي، مش حابة تضيفي ما تضيفيش براحتك، بس هو البصل برضو حلو فيها، هو اختياري. انت كل ما بتحبيش السلطة بتمليها خضار بتبقى حلوة، بتبقى فيها كمية فيتامينز حلوة. كده خلاص. هنضيف بقى زيت الزيتون، مش دلوقتي، زيت الزيتون انا هضيفه في التقديم. هاخد بعدين سلطة بابا غنوج، هنزل بيها في الطبق بتاعي اللي هقدم فيه، وهضيف عليها زيت الزيتون بس بعد ما اقطع حبة البصل الصغيرة. هنا هقطع حبة البصل قطع صغيرة خالص وهضيفها. في معلومة عن فص الثوم، في كان معلومة يعني من زمان يقال ان فص الثوم بيتاخد على الريق، اكبر غلط يعمل لكم قرحة في المعدة. فص الثوم يا جماعة بيتاخد بعد الغداء، يعني بعد الغدا بنص ساعة، بعد الغدا بساعة، وتكسريه نصين. حابة تقطعيه قطع اوكي، حابة تقطعيه نصين اوكي، لكن صاحي مش هتستفيدي بيه، هو بيتقطع نصين. لكن الكلام اللي كان زمان بتاع بعد الفطار ده تخلف، ما ينفعش يتاخد بعد الفطار، هيتعب المعدة. بعد الغدا بيتاخد، هو مفيد اوكي وكل حاجة، وفيه نسبة فيتامينز ممتازة، بس بعد الغدا. الصبح يفضل تشربوا كوباية مية دافية وعليها عصير نص الليمون، ده اللي انا بقوله ممتاز الصبح المية الدافية مع الليمون. هنا انا ضفت زيت زيتون، هضيف كمان دبس رمان عليها من فوق، وهعمل وردة من الطماطم بس، مش هزين اكتر من كده. لو انتوا حابين تزينوا بورق النعناع، حابين تزينوا فصوص بتاعة الرمان اوكي، انا ما عنديش، فزينوا بفصوص الرمان برضو بتخليها حلوة جدا. بس هو ده اساس السوريين بيزينوها بفصوص الرمان اصلا، فانتوا في موجود عندكم زينوا، ما فيش خلاص. انا عندي متفرزن شكله بيبقى مش حلو، اعملوها بنفس الطريقه اللي انا عاملاها دي، هتعتمدوها عندكم على طول، طعمها رائع يا جماعه بجد. وبس كده، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.